تجهيز وتفريز السمبوسة مسبقاً يختصر لنا أكثر من نص الوقت في الوقوف في المطبخ. اليوم بسوي معاكم سمبوسة بحشوة لذيذة وبمكونات بسيطة ما يحتاج لها طبخ ولا حوسة. المكونات: جبنة موزاريلا مبشورة، فلفل رومي ألوان مقطع لمكعبات صغيرة، زيتون شرائح أسود أو أخضر حسب المتوفر عندنا، ملعقة صغيرة من البهارات الإيطالية، ونقلب جميع المكونات مع بعض ونحشيها في الرقاق أو في العجين البيتي. أنا استخدمت رقاق مقرمش، وضروري نقفل الأطراف بطحين وموية عشان ما تفرقع وتنفتح في الزيت. ونكمل الكمية كلها ونرصها في صواني تحتها ورق زبدة أو سفرة عشان ما تلصق، وندخلها الفريزر من 4 إلى 6 ساعات أو يفضل ليلة كاملة. وبعد تجمد نشيلها من الصواني ونحطها في علب أو في أكياس ونكتب عليها اسم الحشوة. وإذا تبغوني أصور خطوات التفريز كاملة اكتبولي في التعليقات. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يكون عجبكم وتسعدني آراءكم واقتراحاتكم في التعليقات، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك. باي باي.